السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل صحه وبافضل حال وبتذاكروا والدنيا تمام معاكم باذن الله. هنتكلم في الفيديو ده عن نظام المذاكره في الترم الثاني وازاي نعمل جداول قصيره المدى بحيث تنجز معانا اكبر قدر ممكن من المواد، خصوصا ان كلنا عارفين ان الترم الثاني مدته قصيره والمواد فيه كتير. فانا هكلمك في الفيديو ده ازاي تنجز اكبر قدر من المواد دي وتجيب كمان مجموع عالي في الترم الثاني. وعلشان ما اطولش عليكم اكتر من كده خلونا نبدا. اول حاجه الاستعداد النفسي، عايزك تبقى داخل الترم وانت مستعد نفسيا. ليه؟ انا عارف ان الترم صغير وان المواد يعتبر المده بالنسبه للمواد المده قليله جدا بتاعت الترم الثاني، بس انا مش عايزك تبقى داخل وعامل حسابك على كده. لا، انا عايزك تبقى مستعد نفسيا، تقول خلاص الترم قصير، قشطه تمام جدا، انا مفيش مشكله، هكمل وهذاكر وهعمل اللي عليا. وحرفيا الترم مش قصير زي ما انت متخيل، لا هو بس عايز ان انت تذاكر اول باول. لو ذاكرت اول باول وما راكمتش حاجه عليك حرفيا مش هيبقى قصير بالنسبه لك، وبالعكس ده هيبقى طويل وهتبقى عايزه يخلص من كتر ما انت خلاص ذاكرت وراجعت وحليت وعملت كل اللي عليك. خلاص كده انت استعديت نفسيا ان انت تبدا الترم. بعد كده بقى انا عايزك ما تغيبش من ولا درس، روح كل الدروس اللي عليك، حتى لو عندك 4 أو 5 دروس في اليوم روح كل الدروس اللي عليك وما تغيبش من ولا درس. انا عارف حتى لو هي متعبه او الدروس متعبه بس ما تغيبش من ولا درس، لان حرفيا الدروس بتبقى مهمه والمدرس بيقول معلومات ما بتلاقيهاش في الكتاب، وبيبقى فيها اهم النقط اللي انت بتحل فيها الاسئله، وبيبقى فيها التريكات اللي انت بتحل فيها الاسئله. فانا مش عايزك تغيب من ولا درس واحضر كل دروسك. معلش تعالى على نفسك، حتى لو عندك 5 دروس في اليوم بس ما تغيبش من ولا درس. في حاجة مهمة بقى كلنا بننساها وحرفيا معظمنا بينساها، وهي التوكل على الله. كلنا ساعات بننسى ان احنا اصلا نجاحنا وتوفيقنا وده كله من عند ربنا لو عايز يوفقنا هيوفقنا. فما تنساش عشان خاطر المذاكرة او الدروس او ده كله. الاقيك بتنسى الصلاة وناس تفوت الصلاة وما تقراش قرآن ولا تذكر ربنا. يا سيدي مش بقولك تذكر ربنا على طول او تقرا قرآن على طول او كل يوم لازم تقرا المصحف كله، بس على الاقل لازم يبقى كل يوم في ورد قرآني تقراه تحافظ عليه. لازم تحافظ على الصلاة بتاعتك لان نجاحك كله بين يدي الرحمن. فخلي بالك من حاجة زي كده، واوعى تفوت صلاة وتقول انا عندي دروس طول اليوم فمش هلحق اصلي او الكلام ده كله. ابدا ما تتحججش بحاجة زي كده. اوعى تفتكر ان ال5 دقايق او الربع ساعة اللي انت هتصلي فيها دي هتضيع وقتك. اوعى تفتكر ان الورد اللي انت عامله ليك كل يوم صفحة او صفحتين من القرآن اللي انت هتقراهم كل يوم دول هيضيعوا وقتك. بالعكس ده دول هيدوك بركة في مذاكرتك. ممكن تذاكر ساعة واحدة بس لما تقرأ قرآن وكده تلاقي الساعة دي بتكفي وتوفي معاك جدا وبتخلص كل اللي عليك، غير ان انت تسيب القرآن. فعايزك تنتبه لحاجة زي كده وما تفوتش صلاة ولا تفوت الورد القرآني كل يوم. هنيجي بقى الاخر واهم حاجة وهي وقت المذاكرة. ده سؤال معظم الناس بتسأله. لما نيجي نذاكر بقى احنا خلاص رحنا دروسنا وظبطنا دنيتنا وخلاص فهمنا شرح المدرس، لما نيجي بقى نذاكر وقت المذاكرة نبدأ بالصعب ولا نبدأ بالسهل؟ بص يا سيدي انا هقولك الطريقة اللي كنت بذاكر بيها واللي خلتني اجيب 140 من 140 او بمعنى اصح اجيب 139 ناقص درجة واحدة في الترم التاني بسبب الطريقة دي، الا وهي ان انا كنت ببدا بالسهل. ايوه ببدا بالسهل. طب ليه كنت ببدا بالسهل؟ لما انا باجي ابدا بمذاكره، اول ما ببدا مذاكره بيكون مخي في اعلى تركيزه، تمام؟ فببدا بالسهل عشان ما ملش، واول ما اخلص السهل هيخلص مني في ثانيه مش هيتم 5 دقايق. بعد كده ابدا بالصعب بحيث لو في حاجه وقفت معايا يبقى انا خلاص ذاكرت السهل. انما لو جيت بدات بالصعب دماغي هتقفل ومش هعرف اذاكر الصعب، ولو وقف معايا مش هذاكر كمان السهل، يبقى انا ولا ذاكرت السهل ولا ذاكرت الصعب. فانت لما تيجي تبدأ مذاكرة ابدأ بالحاجة السهلة معاك علشان تنجزها وتخلصها، وتبدأ في الصعب وإن شاء الله هو كمان هتخلصه. وبس كده. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. وفي تنويه صغير عايز أنوه عليه، النوعية دي من الفيديوهات أنا بتعب فيها جدا وبتاخد وقت كبير مني في التصوير، فما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتشير الفيديو مع أصحابك عشان أعرف إن أنتوا فعلا حبيتوا النوعية دي من الفيديوهات. وبس كده، أشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية. سلام.